اهلا وسهلا مربي ومحبي تربيه الدواجن. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشارك معكم الطريقه كيفاش ديروا الدجاجه الا كانت مقرقه، اي انها ما بقاتش كتبيض وناعسه راقده على البيض، كتبقى ديما ناعسه. كيفاش ديروا ليها باش ما تبقاش في هذه الحاله؟ هو انكم كتجيبوا واحد السطل ديال الماء، كديروا فيه ديك الدجاجه مره وجوج حتى 3 ايام تقريبا. كتكرروا هذه العمليه وكتاكدوا انها تفزقات مزيان، ماشي تحطوها في السطل وتجبدوها، وانما تفزقوها بيديكم حتى تفزاق مزيان وتحت الجناوح ديالها. النهار الاول والثاني والثالث باذن الله ما تحتاجوش تربطوها، كتفوت منها هذيك الحاله وصافي. كترجع ثاني من مورا واحد اسبوع حتى ل 15 يوم كترجع تبيض عادي. ما تخلعوش الا شفتوها كدير بحال هكا، راه غير حيتاش فازقه. فكتصرف بهذه الطريقه، حطوها في شي بلاصه مشمشه باش تنشف دغيا وما تمرضش ليكم، وعزلوها بوحدها من الاحسن باش ما ترجعش تنعس ثاني. ومورا 3 ايام تقريبا راه كتفوت من هذيك الحاله، كتولي عاديه، ومن بعد فتره قصيره كترجع تبيض ثاني. وهكا احسن من انكم تربطوها، حيت الا ربطوها وخليتوها مع الدجاج اول حاجه الدجاجه يبداو ينقبوا فيها، وإلا ربطوها وعزلتوها بوحدها كت بحال رجليها المهم بحال كتشلل ولا كتوقع عليها واحد الحاله نفسيه ماشي هي هذيك. هاد الطريقه احسن، مضمونه ومجربه، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد وحيله جديده. الى اللقاء.